وفي يوم أسود للعرب في كأس إفريقيا، إقصاء منتخب التونسي من كأس إفريقيا بضربات الجزاء أمام مالي. الصراحة التوانسة ضيعوا الفوز بأيديهم. تخيل معي منتخب مالي عنده طرد من الدقيقة 26، يعني نقص عددي من الدقيقة 26، لكن لم نرى أي ضغط هجومي من منتخب تونس المتوقع. متخيل معي منتخب مالي عنده طرد من الدقيقة 26، بصح تونس حققت 4 فرص في الإطار فقط من أصل 13 فرصة. ويا سامي والله غير حيرتني كيفاش خرجت حنبال ودخلت بن رمضان، حتى عصام شوالي حيرته وقال لك هذا تغيير غير موفق تماما. وماذا استفدت من دخول بن رمضان؟ يعني تغيير أقل ما يقال عنه أنه ساذج. يعني على بالك شحال تقييم بن رمضان في هذيك البيريود؟ كان تقييم تاعو 5.9 فقط. وكلنا استنينا دخول تونيكتي في الشوط الثاني، لاعب مهاري يعطيك الحلول في الهجوم. بصح سامي عنده رأي آخر، قال لك لا نحن نزيدو خرجوا حنبال أحسن. الصراحة منتخب تونس فريق قوي يستطيع الذهاب بعيدا في البطولة، لكن المدرب كان له رأي آخر. وهذا ثاني منتخب عربي يتم إقصاؤه اليوم بعد منتخب السودان. نتمنى القادم يكون أفضل من سوء الغرداج، مع استخدام لاعبين يقدمون الإضافة إلى المنتخب وتغيير المدرب.